الكيلو من القهوه دي سعرها بيوصل ل 20,000 جنيه، ممكن اكتر من كده كمان. اغلى انواع القهوه في العالم الكوبيلوا. خليني كده احكي لكم. في مكان ما في اندونيسيا ارض بيتزرع فيها القهوه، في حيوان اسمه السيفت او الزبادي الاسيوي. الحيوان الصغير ده بيتغذى على القهوه وبيطلع على الاشجار وبياكل كرز القهوه. طبعا لما بياكلها بيخرجها تاني. مش لازم بقى نتكلم بيخرجها ازاي. القهوه بقى اللي بياكلها دي مش كلها بيتهضم، في منها بينزل سليم. القهوه اللي بتنزل سليمه دي بقى بناخدها ونحمصها ونشربها. طيب خلينا متفقين على حاجه، اللي اقترح الحوار ده اكيد كان واحد ماشي عادي جدا، لا الحبوب دي في الارض، راح خدها وغسلها وبعد كده شربها واكتشف ان طعمها جميل، فقال طب ما نبيع القهوه دي، وبقت بتتباع بالسعر الغالي ده. طب ايه المميز فيها؟ حيوان الزبادي فيه انزيمات موجوده في بطنه، بيحصل عمليه تخمير للقهوه في بطنه وطعم القهوه بيتغير، وغير كده بتقلل البروتينات اللي موجوده في القهوه، المراره بتاعته بتقل شويه، وتغييرات عاديه جدا. طب هل تستاهل السعر الغالي ده؟ اكيد لا، هي قهوه عاديه جدا، الفكره بس ان انتاجها قليل وبتاخد وقت شويه. تخيل بقى ان في ناس بتاخد الحيوان ده وتحبسه في قفص وتاكله القهوه عشان تبيعها بعد كده بسعر غالي، حاجه مؤذيه جدا. المهم بقى لو القهوه دي قدامك انك تشربها ببلاش، هل هتشربها؟